أهلا بيكم بريب 3 في حل الأداء الصفي الأسبوع التاسع الكلاس وورك. أول حاجة بيقول رايت ذا scientific term، زي ما احنا متعودين رايت ذا scientific term يعني عايز منك one word أو عايز كلمة واحدة. A resistor its value can be changed to control the current intensity، يعني عايز نوع من أنواع resistance لو انت غيرتها بتتحكم لك أو بتعمل كنترول في الI، تمام، وبتتحكم كمان في الإلكتريك بوتنشال ديفرنس الV. يبقى مين الالكتريك ريزيستنس اللي بتعمل كنترول للكرنت انتنسيتي الاي، وفي نفس الوقت برضو بتعمل كنترول للبوتنشال ديفرنس الفي. طبعا اكيد ديت هتبقى مين؟ ديت هتبقى الفاريبل ريوستات او الفاريبل ريزيستنس او السلايدنج ريوستات. لما يجي لي في الامتحان انا بكتب الاثنين، ما تكتبش واحده بس يا سنه ثالثه. هيبقى الحل عندنا ده فاريبل ريزيستنس، يبقى هنا الحل هيكون ده فاريبل ريزيستنس وبتوين براكت sliding ريوستات. برضو هفكرك بالشكل بتاعها او السيمبل بتاعها كان عبارة عن ايه. كنا بنرسم زجزاج لاين كده او بروكن لاين، وبحطه فوقيه مين؟ على طول بينزل عليه ارو علشان ده يتحكم لك في طول اللينث بتاع الكبر كويل او الواير او السلك بتاعك. رقم 2 بيسألك على the ratio between the potential difference ال V and the intensity of the current passing through it. عايز الريشيو النسبة between ال V potential difference between the two ends of the conductor and the current intensity اللي هي ال I. نفتكر ريشيو between ال V وال I ده مين القانون ده؟ ان كان عندي ان ال V equals مين على مين؟ بالظبط ال V كان عندنا بتساوي ال I تايم ال R. هفكرك كده، ادي التراينجل بتاعي كان ال V فوق وهنا I وهنا R، تمام. يبقى على طول الريشيو بين البوتنشال ديفرنس ال V والكرنت انتنسيتي، يبقى انا بتكلم على مين؟ بتكلم على ال R اللي هي الالكتريك ريزيستنس اوف ا كوندكتور. السؤال الثالث the potential difference between two ends of a conductor with a resistance 1 ohm. يبقى انا عندي هنا خلي بالك resistance 1 ohm وعندك current intensity 1 امبير. ده مين التعريف ده؟ ده طبعا تعريف مين؟ الفولت. اكيد طبعا الساينتفك تيرم ممكن يجي يقول لك واتس مينت باي. يبقى لو جيت قلت لك واتس مينت باي ذا فولت، تمام، هو عباره عن البوتنشال ديفرنس بين تو ends اوف ا كوندكتور لما يكون عندي الريزيستنس ايكوال 1 اوم والكرنت انتنسيتي ايكوال 1 امبير. اخر سؤال عندنا في الساينتفك تيرم بيقول the current intensity passing through a conductor. فكر شويه يا بريب 3، بيسالك على current intensity، افتكر على طول مين الميجرنج يونت بتاعت الكرنت intensity. زي السؤال اللي فوقيه بيقول لك potential difference، يبقى انا لازم افتكر كان مين اليونت بتاعت البوتنشال ديفرنس، فكانت الانسر عندي الفولت. هنا نفس الكلام، انا بسالك على current intensity يبقى الميجرنج يونت هنا هتكون طبعا مين؟ الامبير. عايز اتاكد يا ميس هتلاقي عندك 1 اوم 1 فولت، يبقى التالت بتاعهم على طول هيكون مين؟ الامبير. السؤال رقم 2 بيقول لي study the opposite figure then answer the following. طيب تعال نبص كده مع بعض. بيقول لي ايه؟ type of resistance X. انا عايز هنا مديني electric circuit وفيها عندك هنا resistance اسمها X، تمام، ومديني هنا ان الفولتج بتاعي 6 فولت والاميتر قاري لي 2 امبير. فبيقول لي انا عايز اعرف ايه التايب اوف ريزيستنس. الشكل اللي قدامك لو انا بتكلم على الاكس طبعا اكيد هتكون فيكسد اور كونستانت ريزيستنس. الفرق بين الاتنين الفيكسد او الكونستانت بتكون شكلها عامل كده. طيب الفاريبل او السلايدنج انا لسه رسمها لك فوق بروكن لاين وبتروح حاطط فوقيه مين؟ ارو. the value of resistance equal كام اوم. هو مديلك طبعا الكتريك سيركت وبيقول لك بص عليها وتعالى نشوف مع بعض. في البدايه خالص ما اعرفش احل المساله الا اذا كتبت مين؟ كتبت الرول بتاعي، تمام. تعالى نفتكر مع بعض. انا هنا مديالك فولت بوتنشال ديفرنس ومديالك انتنسيتي امبير وبسالك على الريزيستنس. يبقى هنرسم التراينجل بتاعنا الماجيك تراينجل، الفي فوق الاي والار تحت. نطلع الجيفن بتاعنا
الفي بكام؟ الفي عندي ب 6 فولت، وعندي الاي الاميتر ريدنج ب 2 امبير، يبقى 6 ديفايدد 2 ايكوال على طول هتطلع لك كام؟ هتطلع لي عندنا 6 ديفايدد 2 ايكوال 3 اوم. ادي كده اول ريكوايرد هو عايزه. طيب نبص كده على تالت واحد، بيقول لي ايه؟ the amount of electricity passing through the resistance x in half minute. طيب amount of electricity يبقى انا طالب منك مين؟ طالب منك الكيو اللي بتكون الميجرنج يونت بتاعتها in column. تمام؟ انا عايز اعرف الاماونت اوف electricity او الكوانتيتي اوف electricity passing through resistance x الفيكسد ريزيستنس في تايم قد ايه؟ في تايم equal half minute. خلي بالك الكيو عندك انا مش عارفاها، انا عايزاها. طب ميس التايم قد ايه؟ التايم عندنا هاف مينت، نخلي بالنا كويس لو جه قال لك التايم بالمينت او التايم بالاور. تمام؟ التايم عندك بالمينت، عشان تحوله للسكند بنعمل ايه؟ هعمل هاف تايم 60. ده لو انا عايز احولها لمين؟ احولها للسكند، يبقى 30 seconds. خلي بالك التركه التانيه، لو جه قال لك التايم بالاور، لو انت عايز تحول الاور للسكند تعمل 60 تايم 60. طب لو كانت مينت زي المساله ديت يبقى تايم 60 واحده بس. يبقى انا كده جاهز معايا التايم ب 30 seconds. تمام؟ وبما ان عندي الاميتر ريدنج الاي قاريلي 2 امبير، تعرف تجيب الكيو؟ اكيد هرسم التراينجل بتاعي، الكيو فوق الاي والتي تحت. تمام؟ انت عايزه الكيو يا ميس، يبقى على طول since الكيو equal I times التي، الاي equal 2 والتايم عندي ب 30 equal 60. اوعى تنسى الميجرنج يونت، يبقى 60 كولوم. question 3 بيقول لي from the figure، مديني شكل بيقول لي if the switch are closed. نخلي بالنا يا بريب 3 من الكي هو closed ولا open. لو عندي الكي بتاعي بيكون open يعني بالشكل ده، لازم الاميتر يقرا لك زيرو. يبقى ان كيس لو عندي الكي بيكون opened مفتوح يبقى no current intensity، يبقى في الحاله ديت انا عندي على طول من غير ما تفكر الاي equal زيرو. طب ميس لو انا عندي الكي opened يبقى ترى الفولتميتر يقيس لي ايه؟ في الكيس ديت الفولتميتر هيقرا لك الاي ام اف بس. تمام؟ فهو بيقول لك if the switch are closed، انا هقفل الكي ده. في الحاله ديت انت لو قفلت الكي يبقى انا عندي الكتريك كارنت هيعدي جوه مين؟ جوه السيركت بتاعي. طيب طالب منك ايه؟ بيقول لي find the value of fixed resistance. where is the fixed resistance؟ اكيد اللي هي دي. نشوف مع بعض القانون بتاع الار بيجي منين. ميس الار كانت في التراينجل بتاعنا في اي ار، انت عايز مين؟ انا عايزه الار. تمام؟ طيب تيجي نعوض سوا. تعال نبص كده على الفولتميتر، قاري لك كام؟ الفولتميتر من خلال الشكل او الفيجر قاري لي 10 فولت. طب ميس والاميتر ريدنج قاري لي قد ايه؟ الاميتر قاري لي 4، يبقى انا هعمل 10، يبقى كده على طول الار ايكوال في ديفايدد الاي، يبقى 10 ديفايدد ال 4 ايكوال 2.5 اوم. السؤال اللي بعده رقم 2، explain where the rheostat should be placed. يعني بيسألك بيقولك فين المكان او اشرح المكان او اللوكيشن اللي لازم تتحط فيه. خلي بالك الريوستات اللي هي الشكل ده علشان تجيب greatest electric current. احنا اتفقنا ان الريوستات بتعمل كنترول للالكتريك كارنت انتنسيتي، وبما ان بتعمل كنترول للالكتريك كارنت انتنسيتي يبقى هتعمل كنترول للبوتنشال ديفرنس. طب ميس ايه الريليشن بين الاي والار؟ العلاقه بين الاي والار العلاقه بينهم هما الاثنين انفرس ريليشن. يعني لو الريزيستنس عندك انكريزز زادت الاي لازم تقل، والعكس صحيح، لو الار قلت يبقى الاي تزيد، فالعلاقه بينهم هما الاثنين انفرس. طيب السؤال طالب مني ايه؟ انا عايزه منك greatest electric current intensity، اكبر زياده للالكتريك current intensity. ميس حضرتك عايزه greatest electric current intensity، يبقى في الحاله ديت لازم اعمل ايه؟ لازم الار عندي يحصل لها decreasing، لازم اقللها.
طب ميس ازاي اقلل الار او الفاريبل ريزيستنس اللي عندي؟ لو قللت الواير او قللت اللينث اوف ذا ميتاليك واير كويل، لو قللت طول السلك على طول الريزيستنس هي كمان هتقل. يبقى انت لو عايز تقلل الار تعمل لها ديكريزنج، يبقى انا هعمل ايه بقى؟ يا ميس يبقى باي ديكريزنج. اقلل مين؟ باي decreasing the length of metallic wire coil. قلل لي السلك اللي داخل في السيركت. طب ميس انا عندي 3 بوزيشنز A B C، اتحرك ازاي؟ اتحرك من عند البي، هو واقف عند البي تمام. هل اتحرك من عند البي واروح عند السي، ولا من البي اروح عند الاي؟ قبل ما اقول لك احنا هنروح فين تعال نشوف مع بعض هنعملها ازاي. في البداية احنا اتفقنا مع بعض ان العلاقة او relation between الاي والار inverse relation، يعني لو واحدة increase التانية decrease. طب ميس مين اللي بتحب الريزيستنس؟ الريزيستنس بتحب الميتاليك واير قوي، كل ما هتطول لها الواير كل ما الريزيستنس هتزيد، والعكس صحيح. لو قللت لي الواير قللت السلك بتاع الكويل، في الحاله ديت الريزيستنس بتاعتك هتقل. طيب بما ان انت عايز greatest electric current intensity، انا عايزه greatest I، يبقى انا لازم اعمل في الار decreasing زي ما اتفقنا، وعلشان اكسر الار بتاعتي واقللها لازم اقلل اللينث اوف ذا ميتاليك واير كويل. طيب انا دلوقتي شايف ان الفاريبل ريزيستنس واقفالي عند بوزيشن بي تمام، فهو بيسالني يا ترى اروح عند السي، يعني اتحرك من البي للسي ولا من البي للاي؟ قبل ما اختار اي حاجه تعال نشوف الكونديشن او الكيس اللي عندنا تمام. هو واقف فين؟ عند البي صح تمام. بص كده انا همشي معاك خطوه خطوه. بص يا ميس لو انا اتحركت كده، شايف السلك اللي داخل قد ايه؟ تمام معايا في الحته دي يا ميس. طيب بص لي كده، لو انا هاخدك بقى عند الايه تمام وقارن بين الاثنين كيسز. بص كده انا همسح كده وهمشي لك هنا، انا همسك لك البي دي وهخليها هنا اهو، هبتدي من عند الايه. يا ترى اللينث بتاع الواير كان اكبر فين؟ لو انا اتحركت من اول الايه ولا اتحركت من اول السي؟ نعيد تاني. بص كده كده انا همشي كده، ده كده طول السلك اللي داخل معايا. طب ميس لو انت اتحركتي من عند الايه، شايف لو انا رحت عند الايه هدخل كميه سلك قد ايه؟ ايه ده يا ميس؟ ده اللينث اوف ذا ميتاليك واير. في الحاله ديت الكويل بتاعي زاد، يبقى لو زاد يبقى الار هتزيد، لا انا عايزها تقل عشان اجيب الكتريك كارنت انتنسيتي كبيره. يبقى انا في الحاله ديت هعمل ايه؟ لا يبقى انا اعمل شيفت، ابتدي اتحرك من عند مين؟ لا يا ميس انا هروح من عند مين؟ من عند السي. يبقى ات بوزيشن، يبقى البوزيشن عندي مين او اللوكيشن بتاعي؟ يبقى انا على طول بليسد ات بوينت سي. السؤال الرابع بيقول لي illustrate with a diagram the electric circuit used to practically تمام علشان اعمل explanation لأومز لو. يعني ببساطة بيقول لك draw أومز لو او أومز سيركت تمام. في أومز سيركت لازم استخدم اتنين تمام كده، اتنين ديفايسز او جهازين، الفولتميتر والاميتر. واخلي بالي كويس وانا بوصل، الفولتميتر بيكون بارل اما الاميتر بيكون سيريس تمام. وبعد كده ما اخليش ابدا الاميتر دايركت مع الباتري علشان هيحصل له دامج، لازم اخلي بالي من البوينتس ديت وانا برسم تمام. طب ميس تعالي نرسم سوا كده مع بعض الايه السيركت بتاعت اومز. فانا هرسم لك هنا اومز سيركت، ويا ريت ترسم معايا. اول حاجه خالص هرسم مع بعض هنا فولت ميتر، هيبقى بالمنظر ده فوق، وطبعا بحطه في مين؟ بحطه عندي في سيركل تمام. الفولت ميتر ما بيدخلش على طول في السيركت، لازم يكون بارل، فهنزل منه 2 برانش من الواير كده واروح حطها على مين؟ على التيرمينال او الاندز بتاعت مين؟ الفيكسد ريزيستنس. ادي كده خلصت رسمه مين؟ الفولت ميتر. جنب الفيكسد ريزيستنس اطلع معايا كده بريب 3 تمام، وهننزل لتحت وهنرسم مين؟ الفاريبل مين؟ اليوستات بتاعتي. هعمل برضو بروكن لاين واروح حاطه مين؟ الارو بتاعي بالمنظر ده كده. على طول بعديها هروح حاطط الباتريز بتاعتي او السيلز، واوصل بمين؟ ابتدي اوصل كي، اوعى تحط الاميتر على طول عشان ما يحصلوش دامج. ولازم اقفل طبعا السيركت بتاعتي بالمنظر ده،
حط لي مين الاميتر عندك هنا اهو، وتوصل الواير بتاعك على طول، وكده عملت مين الاومز سيركت. يبقى فولتميتر متوصل التيرمينالز بتاعته بالفيكسد ريزيستنس. بعد كده مديت الخط بتاعي ورسمت الفاريبل ريوستات وحطيت لها الارو بتاعها. بعد كده رسمت الباتري، اوعى تحط الاميتر جنب الباتري عشان ما يحصلوش دامج. قفلت عندك بين الباتري وبين الاميتر، حطيت الكي ولازم اعمل له كلوز، لازم اقفله. يبقى انا كده عندي مين اومز سيركت. اخر سؤال عندنا في التقييم ده بيقول لك قدامك فيجر وبيقول لي calculate the electric current intensity in the following circuit، وبيقول لك الاي ام اف لكل سيل عندنا ب 3 فولت، يعني ديت ب 3 فولت، دي ب 3 فولت، وديت 3 وديت 3. تمام. وبيقول لك ان الريزيستنس عندنا ايكوال كام؟ الريزيستنس عندك بتساوي 30 اوم. طالب منك مين؟ طالب منك الاي. تمام. نفكر مع بعض. الاي بتيجي ازاي؟ ميس الاي ارسم التراينجل بتاعي الفي اي ار. طب ميس انا عايز الاي، يبقى الاي ايكوالز الفي ديفايدد الار. تمام. الار عندي ب 30 اوم. طب البوتنشال ديفرنس، بص على السيركت اللي قدامك، انا عندي 2 بارل، 2 سيلز بيكون بارل. تمام. احنا اتفقنا قانون البارل كونكشن، لو حطيت مليون سيل تحت بعض تمام اكنك بتتعامل مع اونلي 1 سيل، يعني الاتنين دول 3 فولت و3 فولت اكني بتعامل مع 3 فولت بس. طب ميس في 2 سيريز جنبهم، يبقى اكني بقول 3 بلس 3 بلس 3. تمام. جبتهم تاني ازاي؟ الاتنين البارل اكنهم واحده، فاخدت منهم واحده بس 3. تمام. و2 سيريز يبقى بلس 3 بلس 3 ديفايدد باي الار اللي هي عندك ب 30. يبقى انا عندي كده التوتال او الارقام بتاعتي عباره عن 9 ديفايدد 30. اشتغل بالكالكوليتر مش بدماغك يا بريب 3. يبقى 9 ديفايدد 30 ايكوال 0.3 امبير. يبقى الاي عندك بكام؟ 0.3 امبير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.